عصابة خطيرة جدا بيخطفوا مراته وبيجبروها تشتغل في بيت مشبوه، وعشان كده بيروح ينتقم منهم ويقتلهم، ولكن العصابة بيقتلوا مراته وبيحرقوها قبل ما يوصل لهم. لكن المفاجأة بتحصل في الآخر. بيبدأ فيلمنا في سلطنة عمان سنة 2008 لما بنشوف مسؤول العلاقات الدبلوماسية للسفارة الهندية قاعد مع معتقل اسمه سمير، وبيحاول يعرف منه ايه اللي حصل معاه بالظبط عشان يقدر يساعده قبل ما تتوجه ليه تهمة ويتسجن. بيبتدي سمير يحكي له القصة من البداية، وبنرجع فلاش باك للماضي لما كان سمير موجود في بلده الهند، وبيبدأ المشهد بسمير واهله رايحين يخطبوا ليه بنت اسمها نرجس، ولما بيشوفها سمير بينبهر بيها جدا وبيحبها. وبنعرف ان نرجس وسمير هما الاتنين بيشتغلوا في شركات برمجيات، وبعدها بيستأذنوا من العيلة وبيروحوا يقعدوا مع بعض عشان يتعرفوا على بعض اكتر. وبيسألها لو كان اهلها ضاغطين عليها عشان تقبلوا وتتجوزوا ولا لا، فبتقوله لا مفيش حد ضاغط عليا، لان ابويا ما بيرضاش يضغط عليا في اي حاجه وخصوصا مساله الجواز. ولما بتتكلم نرجس وبيلاقي سمير ان كلامها كتير جدا بيحبها اكتر بسبب طريقتها التلقائيه والبسيطه في الكلام. وبعدها بيقرروا انهم يتجوزوا ويروح لها الشركه وبيقدم لها خاتم الجواز، وبعدها بيجهزوا كل مراسم الجواز وبيتجوزوا في النهايه. وبعد ما بيتجوزوا في فتره قليله بتحصل ازمه اقتصاديه في العالم كله، واقتصاد العالم بينهار، وعشان كده فرص الشغل بتقل جدا والتضخم بيزيد، وبتضطر معظم الشركات انها تستغنى عن عدد كبير جدا من الموظفين عندها. وفي يوم بيجي اتصال لسمير من الشركه اللي هو شغال فيها، وبيقولوا له انهم مستغنيين عن خدماته في الشركه ويجي ياخد اي مستحقات خاصه بيه. بعد كده بنشوف نرجس نازله من الاتوبيس وبتبكي، وبيشوفها سمير وبيغضب جدا وبيفتكر ان في حد ضايقها، ولكن بتقول له انها بتبكي عشان الشركه طردتها من الشغل هي وعدد كبير جدا من الموظفين. سمير بيهديها وبيقول لها ما تزعليش وان دي ازمه اقتصاديه في كل العالم، وبعدها بياخدها وبيرجع البيت. بعد فتره صغيره بيقفل سمير مكان الشغل بتاعه بسبب الركود وقله المبيعات، وبعد 3 شهور بيشوفوا اعلان في الجورنال عن شغل، وبيروح هو ومراته نرجس مكتب التوظيف، والمسؤول عنه واحد اسمه نديم، وبيقدموا هما الاثنين على الشغل وبيملوا استمارة طلب للشغل في سلطنة عمان. وبيقول لهم نديم ان الشركة في عمان تدفع لهم رواتب كبيرة جدا وهيستنوا كام يوم لغاية ما الموافقة تجيلهم من الشركة. بعدها ابو سمير بيروح وبيتكلم معاه وبيحاول يقنعه انه ما يسافرش عمان لانه ما يعرفش حد هناك، لكن سمير بيقول له ان مفيش اي شغل موجود هنا، وبقالنا 3 شهور بندور على شغل ومش لاقيين، ودي فرصة كويسة جدا، ولما اكون فلوس وامن مستقبلي هرجع واعيش هنا على طول. وفي يوم بيجي لهم البيت نديم صاحب مكتب التوظيف، وبيقول لهم ان الشركه قبلت طلب نرجس ولازم تسافر بكره عمان عشان تستلم شغلها. ولما سمير بيساله عن طلبه بيقول له ان طلبه هيتقبل بعد كام يوم، بس طلب نرجس هو اللي اتقبل دلوقتي. وبيحاول سمير يقنعه انه مش هينفع نرجس تسافر لوحدها وانه لازم يكون معاها لانها ما خرجتش بره مدينتها قبل كده. نديم بياكد له ان في بنات كتيره جدا هتسافر معاها، وفي واحد من الشركه هيستقبلهم في المطار، وبيقول له ما تخافش عليها وانت بعد كام يوم طلبك هيتقبل وهتكون موجود معاها. فبيضطر سمير يوافق ان نرجس تسافر لوحدها، وتاني يوم بيوصلوا نرجس المطار وبتودعهم كلهم وبتركب طيارتها وبتسافر. بعديها بتتصل نرجس بسمير وهي بتبكي وبتقول له انه لازم يجي ياخدها بسرعه لانها في مكان غير المكان اللي قدمت فيه على شغل، وفي ناس بيعاملوها بطريقه وحشه جدا. وبعدها بيسمع صوتها وهي بتصرخ والتليفون بيتقفل. بسرعه بيمسك الجورنال اللي كان فيه اسم الشركه ورقمها وبيتصل على رقم الشركه، ولكن للاسف بيلاقيه خارج الخدمه. وسمير بياخد الشرطه وبيروح مكتب التوظيف وبيقابل نديم وبيقول له عاوز اعرف نرجس فين. فبيقول له ان الراجل اللي كان مستنيهم في المطار اتصل بيه وقال له ان نرجس ما وصلتش المكان اللي المفروض تستناهم فيه عشان يروحوا ياخدها. وبعدها بيقرر سمير انه يسافر عمان بنفسه عشان يدور على مراته نرجس، وفعلا بياخد فيزا سياحه 3 شهور وبيسافر عمان عشان يدور على نرجس بنفسه. وبيوصل عمان وبيوقف تاكسي علشان يوصل لعنوان الشركه، وبيتعرف على صاحب التاكسي وبيكون اسمه عثمان، وفي الطريق بيقول له عاوز اشتري شريحه تليفون، وبيوصله عثمان وبيشتري الشريحه. ولما بيتصل بالارقام بتاعه الشركه بيلاقيها مش موجوده في الخدمه، وبعدها بيطلب من عثمان انه يوصله للعنوان اللي مكتوب معاه في النوتة، وبيكون عنوان الوكيل العماني اللي خده من نديم. لكن عثمان بيقول له ان العنوان غلط، وبيكتشف وقتها ان نديم ادعى عنوان غلط في عمان. وبيتصل سمير بصديقه وبيقول له انه يروح مكتب التوظيف دلوقتي عند نديم عشان يبلغه ان رقم الوكيل اللي اداهوله غلط. لكن صديقه بيقول له ان نديم مختفي من امبارح ومفيش حد عارف مكانه. وبيروح سمير اسم الشرطه وبيطلب انه يقدم بلاغ ان مراته مخطوفه، وبيقول له الضابط عشان تقدم بلاغ لازم تجيب تصريح من السفاره الهنديه. وبيروح سمير للسفاره الهنديه وبيقول للموظفه ان مراته جت عمان، وبعدها اتصلت بيه وهي بتبكي وبتصرخ وقالت له بيعاملوها بشكل سيء جدا. وبعدها التليفون اتقفل ومعرفتش اوصل لها بعد كده، وبيقول لها انها اتخطفت وبيطلب منها مساعده. لكن الموظفه بتقول له الوحيد اللي يقدر يساعدك السيد مشرى مسؤول العلاقات في السفاره، وبتقول له هبلغه اول ما يوصل. وبعدها سمير بيتقابل مع عثمان وبيقول له عاوز اعرف اسم الشركه والمسؤول عن خدمه الرقم اللي معاه، وبيوريه اللي اتصلت منه نرجس، وبيقول عثمان انها شركه نومانتيل. تاني يوم بيروح سمير شركه الاتصالات
الاتصالات وبيقول لهم رقم رئيسي في الشغل اتعطل ومش عارف ايه المشكله، وبعتني علشان اعرف ايه المشكله واحلها. بياخد الموظف منه الرقم وبيقدر يعرف منه اسم صاحب الخط وعنوانه، وبيكون اسمه برفيز. وبعدها بيتصل بالموظفه في السفاره وبيقول لها انه عرف اسمه وعنوان الرقم اللي اتصلت منه مراته، وبيقول لها انا رايح دلوقتي العنوان. وبيوصل سمير العنوان وبيروح يسال واحد هناك وبيقول له انا من شركه الاتصالات، لان خط التليفون بتاع برفيز واقف وعاوز منه يدفع الفاتوره. فبيقول له ان برفيز ساب البيت من 6 ايام ومفيش حد عارف عنه اي حاجه. فبيوري له صوره مراته وبيقول له انت شفت البنت دي معاه ولا لا؟ الراجل قال له لا، ما كانش معاه اي بنات. وبعدها بيروح سمير عند عثمان وبيشكره انه واقف جنبه وبيساعده يوصل لمراته. وعثمان بيقول له انه كلم واحد صديقه شغال في السفاره عشان يجيب له معلومات عن برفيز. وبعدها بيوصل صديقه وبيقول لهم انه بحث عن برفيز وعرف انه بيتاجر في البنات وبيدير شبكه دعاره في المدينه. لكن سمير بيقول له ايه علاقه مراتي بحاجه زي دي؟ هي قدمت في شركه عشان تشتغل. وهنا بيقول له عثمان ان الناس اللي بتشتغل في الحاجات اللي زي كده بيعملوا اعلانات باسماء شركات توظيف وهميه عشان يستدرجوا البنات. وسمير بيترجى عثمان انه يساعده يدور على مراته ويلاقيها. وبياخدوا عثمان وبيروحوا على البيوت المشبوهه، ولما بيروحوا بيت بيوروه صور للبنات اللي موجوده عندهم، ولما بيقلب فيهم مش بيلاقي صوره نرجس فيهم وبيسيبوهم وبيمشوا. وبعدها بيروحوا بيت مشبوه تاني وبيقول عثمان للمسؤول انا عاوز واحده لصديقي، فبيديه البوم صور يختار واحده من البنات. ولما سمير بيقلب في صور الالبوم بيلاقي صوره مراته موجوده في وسطهم. وقتها بيطلب عثمان من المسؤول ان يجيب له البنت اللي في الصوره. وبعدها بتدخل نرجس ولما بيشوفها سمير بيتصدم، وبعدها بيقول لها ما تخافيش وبيطمنها. وبيطلب سمير انه ياخدها معاه ويمشي، لكن مسؤول البيت بيقول له مفيش بنات بتخرج بره البيت. وهنا سمير بيهجم عليهم وبيضربهم وبيشيل نرجس وبيحاول يهرب بيها. وبيتجمعوا عليه كل العصابه الموجودين في البيت المشبوه وبيحاولوا ياخدوا منه نرجس، لكن سمير بيفضل يضرب فيهم وبيقاومهم، لكن للاسف بيقدروا يتغلبوا عليه وبياخدوا نرجس وبيهربوا. سمير بيفضل يقتل فيهم واحد ورا التاني وبيخلص على عدد كبير منهم. وبعدها بيحاول يهرب من المكان قبل ما يقتلوه، وبيركب العربيه مع عثمان وبيهربوا قبل ما يحاصروهم ويقتلوهم. وبيحاولوا يخرجوا من البلد اللي هم فيها وبيجروا وراهم افراد العصابه عشان يقتلوهم، ولكن في النهايه بيعملوا حادثه هما الاتنين بالعربيه. وهنا بنرجع للمشهد الاول واللي بيكون فيه سمير قاعد مع مشرا، وبيقول له سمير ان هو ده كل اللي حصل وان طلبه الوحيد ان مراته ترجع. وبيوعده مشرا انه هيساعده بس لازم يثبت ان قصته حقيقيه وان مراته فعلا مخطوفه. بعدها قائد الشرطه بيقدم لمشرا الضابط اللي هيكون مسؤول عن قضيه سمير وبيكون اسمه فايز، وبيطلب فايز انه يقابل سمير عشان يعرف منه القصه بنفسه ويقدر يساعده. ولما بيدخل علشان يستجوب سمير عن اللي حصل معاه، سمير بيقول له بدل ما تستجوبني روح واسال عثمان او ابحث عن صاحب رقم التليفون اللي اتصلت بيه مراتي واعرف هو مين واقبض عليه، او روح هاجم البيت اللي كانت موجوده فيه. فايز بيقول ان عثمان بعد الحادثه دخل في غيبوبه، وان صاحب الرقم اللي اتصلت بيه مراتك برفيز اتقتل في نفس اليوم اللي وصلت فيه مراتك عمان. وبيقول له ان المكان اللي انت بتقول عليه بيت مشبوه احنا رحناه واكتشفنا انه متجر خياطه للنساء، وعاوزك دلوقتي تقول انت جيت هنا ليه وايه اللي عاوز توصل له. بعدها بياخدوا سمير وعدد كبير من المسجونين وبيحطوهم في عربيه شرطه وبيمشوا بيهم، وبيوصلوا مكان ما فيهوش اي حد وعباره عن صحراء. وبعد ما بيخلصوا صلاه، فايز بيقول لسمير ان هو دلوقتي في نظر القانون هارب من الشرطه، وانه هنا علشان يساعده يلاقي مراته. وبيركبوا هما الاثنين العربيه وبيمشوا. وبعدها بيروحوا عند قائد الشرطه وبيوعد سمير انه هيدور على مراته ويرجعها له، وبيكلف فايز وسمينه انهم يمسكوا القضيه ويحاولوا يرجعوا له مراته في اسرع وقت. وبيبداوا التحقيق في اختفاء نرجس، وبيقول لهم سمير ان نديم قال ان مراته لما هتوصل المطار هيقابلها واحد تبع الشركه وياخدها المكان اقامه خاص بالشركه، ولكن مراته ما وصلتش للمكان اللي اتفقوا عليه. وعشان كده بيروحوا يفحصوا كاميرات المطار وبيعرفوا ان نرجس وصلت فعلا المطار وقابلت واحد هناك وركبت معاه العربيه عشان يوصلها للمكان اللي هتقعد فيه. وبيعرفوا ان العربيه اللي جت وخدت نرجس اتأجرت من شركه اسمها الحب للسفريات. ولما بيخترقوا حساب شركه تأجير السيارات بيعرفوا ان في اليوم اللي وصلت فيه نرجس عمان خرج من عندهم 4 عربيات، منهم العربيه اللي راحت وخدت نرجس من المطار. ولما بيبحثوا عن مين اللي راح واستأجر العربيه بيعرفوا انه تبع شركه تصميم وعرض ازياء. لكن سمير بيقول لهم ازاي شركه عرض ازياء اللي كان مكتوب في الاعلان انها شركه محتاجه موظفين. ولما بيدخلوا على موقع الشركه بيعرفوا ان صاحب الشركه واحد اسمه راجيني، وبيكون شبه الراجل اللي راح وخد نرجس من المطار، وده بيشتغل منسق عروض ازياء ومع مصممين وعارضات الازياء من كل العالم. لكن بيقولوا له انهم مش هيقدروا يقبضوا على راجيني لان مفيش اي دليل ضده، وكمان عشان ما يبلغش باقي العصابه ويهربوا بنرجس. لكن بتقترح سمينه انهم هيراقبوا راجيني، ومن خلال مراقبته هيقدروا يوصلوا لمكان نرجس الحقيقي. وبيظهر راجيني وبيجي له اتصال من المسؤول عن البيت المشبوه وبيقول له انه نقل كل البنات زي ما اتفقوا ووصلوا المكان من غير اي مشاكل. وبعدها بيجي له اتصال من رقم خاص وبيقول له انه لازم يقتل نرجس لان الشرطه بتدور عليها، وعشان ينقذ نفسه وكل الناس اللي شغاله معاه وعشان تتقفل القضيه ويرتاحوا. وبيرجع
بيرجع راجيني وبيتصل بمسؤول البيت المشبوه وبيقول له انه لازم يخلص على نرجس حالا. بعدها الشرطه بتلاقي جثه واحده محروقه، ولما بيروح يشوفها سمير ويتعرف عليها بيقول لهم انها مش مراته، لكن بيلاقي سلسله الجواز بتاعتها موجوده مع الجثه. وبعدها بياخدوا الجثه وبيدفنوها. وبعد فتره قصيره بيقرر سمير انه يرجع الهند تاني، وبيجهز له فايز جواز السفر والتذكره وبيودعه وبيسيبه وبيمشي. بعدها بيجي تقرير من المستشفى لسمينه، ولما بتقرا التقرير بتتفاجئ ان مواصفات الجثه اللي لقوها محروقه تختلف تماما عن مواصفات نرجس. وقتها بتقرر انها تلحق سمير قبل ما يسافر الهند، وسمينه بتحاول تتصل بفايز بس بتلاقي تليفونه مقفول، فبتتصل بالمطار عشان يوقفوا الرحله، لكن امن المطار بيرفض طلبها. ولما بتسالهم عن اسم سمير سافر الرحله ولا لا بياكدوا لها ان سمير مش موجود على الطياره. وبنشوف سمير بيغير الهدوم اللي لابسها وبيتنكر عشان محدش يعرفه. ووقتها بتوصل سمينه للمطار وبتدي فايز التقرير وبتقول له ان العصابه خدعوهم، وان الجثه ما كانتش جثه نرجس وانها لسه عايشه. وقتها سمير بيشوفهم ولكن بيحاول يبعد عنهم ويخرج بره المطار ويمشي قبل ما يشوفوه، لانه عاوز ينتقم من العصابه اللي قتلوا مراته. بتروح سمينه وفايز عند قائد الشرطه وبيقولوا له ان الجثه اللي لقوها مش جثه نرجس، وان النرجس لسه عايشه لحد دلوقتي، وان اكيد العصابه حرقوا الجثه اكتر من مره عشان ما فيش حد يقدر يتعرف عليها. بس تقرير المستشفى بيقول ان كل التفاصيل الخاصه بالجثه مختلفه تماما عن مواصفات نرجس. لكن القائد بيسالها لما سمير ما يعرفش ان نرجس عايشه ليه ما سافرش ولسه موجود في عمان لحد دلوقتي، فبتقول له سمينه ان سمير عاوز ينتقم من راجيني، وبتقول له اننا دلوقتي خايفين ان العصابه تقتل نرجس لو هي لسه عايشه، فبيقول لهم لازم يدوروا عليها وينقذوها باي طريقه ويلاقوها. بعدها سمير بيعمل ايميل وهمي باسم بنت وبيبعت رساله لراجيني وبيقول له فيها انها بنت من الاردن وبتدور على شغل، ولما شافت الاعلان في الجورنال اتمنت انه يساعدها ويوفر ليها شغل في عمان. بعدها سمير بيروح يشتري سلاح عشان يقتل بيه راجيني وينتقم منه. وفي يوم بتيجي رساله لسمير على ايميل البنت من راجيني وبيقول له انها تقابله في شرم الشيخ عشان يساعدها ويلاقي لها شغل ويوظفها في شركته. وبيقول لعثمان انه عرف مكان راجيني وهيروح يقابله عشان يقتله. بعدها بيجي اتصال لسمينه من الاستخبارات وبيقولوا لها انهم شافوا سمير في مركز انترنت وبعت رساله لراجيني باسم بنت عشان يقابله. وهنا بتفهم سمينه ان سمير عمل كل ده عشان ينتقم من راجيني، وعشان كده بتروح بيت عثمان عشان تعرف مكان سمير لان هو الوحيد اللي يعرف سمير في عمان. وبنشوف سمير وعثمان بيتكلموا مع بعض في العربيه وبيطلب منه سمير انه لو مات يدفنه جنب نرجس مراته. وبيسافر سمير لشرم الشيخ عشان يقابل راجيني وينتقم منه ويقتله. سمير بيلبس نقاب وبيروح عند بيت راجيني، ولما بيفتح له الباب بيكشف وشه وبيفضلوا هما الاتنين يضربوا في بعض وقت طويل جدا، لكن في النهايه بيقدر سمير يتغلب على راجيني وبيكتفه وبيربطه في الكرسي. سمير بيوريه صوره نرجس وبيقول له دي تبقى مراتي، فبيقول له راجيني ان مراته لسه عايشه وان الجثه اللي لقوها مش جثه مراته، لكن سمير مش بيصدقه. ولما سمير بيفض عليه بنزين عشان يحرقه بيصرخ راجيني وبيقول له ان مراته لسه عايشه وهي دلوقتي موجوده في موقف العربيات، وبيديله العنوان اللي هي موجوده فيه وبيقول له لو ما راحش بسرعه وانقذها هتسافر عند الراجل اللي هيشتريها ومش هيلاقيها طول عمره. فجاه بتوصل سمينه وسمير ومعاهم عثمان وبيقولوا لسمير ان نرجس لسه عايشه وانهم جايين علشان يساعدوه ولازم يسلم السلاح اللي في ايده. سمير بيدي فايز السلاح اللي في ايده، ولكن بنكتشف ان فايز بيشتغل لصالح العصابه وبيبدا يهجم عليهم. فايز بيشتبك هو وسمينه وبيفضلوا يضربوا في بعض، ولكن سمير بيقدر يهرب وبيوصل للعربيه اللي فيها نرجس وبياخدها وبيمشي. في نفس الوقت فايز بيقدر يقتل سمينه وبيخلص عليها وبيتصل بالامن وبيقول لهم ان سمير هو اللي قتلها. العصابه بتجري ورا سمير علشان يقتلوه وياخدوا منه العربيه اللي فيها البنات، لكن بيقدر يخلص عليهم ويهرب منهم. وبيروح سمير عند رئيس العصابه اللي بيتاجر في البنات وبيبيعها وبيقول له ان جوز نرجس موجود هناك في عمان وخطف العربيه اللي فيها البنات وان راجيني هو السبب في كل ده. وقتها واحد من الشرطه بيصور فايز وهو موجود مع رئيس العصابه وبيكون مكلف من قائد الشرطه انه يراقب فايز لانه كان بيشك فيه. سمير بيتصل بمشرة وبيقول له ان معاه العربيه فيها نرجس وفيها مجموعه كبيره جدا من البنات، هو دلوقتي رايح على وكاله الامن الداخلي عشان يسلمهم البنات. مشرة بيقول له ان فايز بلغ عنك انك قتلت سمينه وبلغ كل رجال الشرطه انهم يحاصروك ويقتلوك، لكن سمير بيطلب منه انه يساعده يوصل لمقر الامن في عمان. وبتحاول الشرطه انها تقتل سمير وهو راكب العربيه، ولكن بيقدر يهرب منهم وبيوصل لمقر وكاله الامن وبيسلم نفسه وبيسلم العربيه اللي معاه. وسمير بيقابل قائد الشرطه وبيجي فايز وبيقول له انه قتل سمينه وطلع مسدسه علشان يقتله، لكن قائد الشرطه بيقول لفايز انت خاين. وقتها سمير بيفضل يضرب فيه لانه السبب في كل اللي حصل. بعدها بيروحوا يفتحوا العربيه وبيخرجوا منها البنات وبتخرج نرجس وبتشوف جوزها سمير. بعدها بيعملوا جنازه عسكريه وبيدفنوا سمينه وبيحكموا على فايز بالموت وبيقتلوه بالرصاص. وبعدها سمير ونرجس بيكونوا في المطار وسمير بيشكر عثمان لانه واقف جنبه وساعده علشان يوصل لمراته وينقذها من العصابه. بعدها بيودع عثمان وبيمشي وبيسافر سمير ونرجس وبيرجعوا بلدهم الهند. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده. ما تنساش اللايك لو بتشوفنا على اليوتيوب وما تنساش الفولو لو بتشوفنا على الفيسبوك. سلام.